ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم عن احدث واسهل 3 موديلات في التنظيف من فيليبس. قلاية هوائية فيليبس موديل 9270، موديل 9252، وموديل 9200. هذه الموديلات من احدث اصدارات شركة فيليبس العالمية، والمتميزة في عالم القلايات الهوائية. وتتميز هذه الموديلات بسهولة التنظيف وسهولة الاستخدام ومواكبة إمكانياتها لتلبية احتياجات السوق وتقديم أفضل سبل التميز. أولا، مواصفات موديل 9270. السعة: تأتي القلاية بسعة 1200 جرام وحجم 6.2 لتر، مما يجعلها كافية لتحضير 5 حصص، فهي مناسبة جدا لأسرة متوسطة العدد وتكفي لأسرة مكونة من 4 أو 5 أشخاص. قوة الطاقة: تتمتع القلاية بقوة كهربائية كبيرة تقدر ب2000 واط، مما يجعلها سريعة جدا وتساعد بشدة على تحضير الطعام في أقل وقت ممكن. التحكم ديجيتال: فهي مزودة بشاشة رقمية للتحكم في الوقت والحرارة عن طريق اللمس، مما يجعل التعامل معها سهل وبسيط، ولا يوجد منها إصدار مانوال إلى الآن. مواصفات موديل 9252. السعة: تأتي القلاية بسعة 800 جرام وحجم 4.1 لتر، مناسبة لأسرة صغيرة العدد وتكفي لأسرة مكونة من 3 أشخاص. قوة الطاقة: تتمتع القلاية بقوة كهربائية تقدر ب 1400 واط. التحكم ديجيتال بشاشة رقمية عن طريق اللمس، وفي منها إصدار مانوال هنقول مواصفاته دلوقتي. مواصفات موديل 9200. السعة: تأتي القلاية بسعة 800 جرام وحجم 4.1 لتر، مناسبة لأسرة صغيرة العدد وتكفي لأسرة مكونة من 3 أشخاص. قوة الطاقة: تتمتع القلاية بقوة كهربائية تقدر ب 1400 واط. التحكم مانيوال عن طريق بكر. الفرق بين موديل 9270 وموديل 9252 مفيش فرق بينهم غير في السعة والواط زي ما ذكرناهم قبل كده، وزي بعض في باقي المميزات اللي هنقولها دلوقتي. الفرق بين موديل 9252 وموديل 9200: مفيش فرق بينهم في السعة ولا الواط، زي بعض بالظبط حتى في الشكل الداخلي، بس الفرق بينهم ان واحدة ديجيتال وواحدة مانيوال، بس الديجيتال طبعا فيها مميزات اكتر هنقولها دلوقتي. مميزات موديل 9270 وموديل 9252: أول وأهم ميزة سهولة التنظيف وسهولة الفك وسهولة الاستخدام، والميزة دي اللي بتميز الموديلات دي عن باقي الموديلات اللي قبلها، حيث أنها مزودة بسلة تيفال سهلة التنظيف، ويمكن تنظيف جميع القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق، وخاصة أن السلة مطلية بمواد تمنع التصاق الطعام بها. وبفضل تقنية الكويك كلين يمكن تنظيف القلاية في وقت قصير جدا، وتحافظ على المنزل من روائح الطعام السيئة بفضل فلترتها لروائح الطعام. يعني هتقلي من غير ما يبقى فيه أي ريحة خالص ولا أي ريحة تقلب الشقة. ميزة حفظ السخونة: هذه الميزة تحافظ على الطعام ساخنا وبدرجة حرارة مثالية حتى 30 دقيقة، فقط اضغط على وضع حفظ السخونة. يعني لو انتي هتعملي الأكل وهتستني شوية، ممكن تعمليه على الوضع ده عشان الطعام يفضل ساخن لمدة نص ساعة، وممكن تعدلي في الوقت من دقيقة إلى 30 دقيقة، بس مش هتقدري تعدلي في درجة الحرارة لهذه الميزة. فيها 7 برامج طبخ جاهزة معدة مسبقا. تتضمن هذه البرامج برنامج البطاطس الفروزن والوجبات الخفيفة الفروزن، وبرنامج البطاطس المقلية الطازة، وبرنامج اللحمة، وبرنامج السمك، وبرنامج أفخاد الدجاج، وبرنامج الكب كيك والحلوى، وكمان برنامج الخضار المشوي. ميزة التسخين الفوري دون إحماء مسبق، يعني مش بتحتاج تسخني القلاية فاضية قبلها. ميزة فصل وإزالة الدهون بنسبة تصل إلى 90%. تقنية الرابد إير: تتميز هذه التقنية بتصميم على شكل نجم البحر لتدوير الهواء الساخن، بهدف الحصول على طعام شاي مقرمش وكريسبي من الخارج وطري جوسي جدا من الداخل، وباستخدام كمية قليلة جدا من الزيت. متعددة الاستخدامات، وبتطلع الأكل أقرب للمقلي، وكمان بتخلي الأكل يتحمر كويس من جميع الجهات، يعني مش بتحتاجي تقلبي الأكل فيها. ومش بس بتقلي، لا دي بتشوي كمان، ممكن تشوي فيها فراخ وكفتة، وممكن تخبزي فيها وتحمصي فيها عيش ومكسرات، وممكن تعملي فيها كب كيك أو كيك لو انتي حابة ده. يعني القلاية بتعمل كل حاجة. إمكانية التحكم في وقت تحضير الطعام من دقيقة إلى 60 دقيقة. إمكانية تعديل درجة الحرارة من 60 إلى 200 درجة. ميزة إيقاف التشغيل التلقائي: ملمس خارجي بارد حتى في أشد درجات الحرارة بالداخل، يعني ما تخافيش القلاية من بره هتفضل باردة حتى لو مشغلها على أعلى درجة حرارة من جوه. تحتوي على شاشة عرض ليد وعدة إضاءات كإشعار لتشغيل الطاقة والتوقف الاستعداد،
يعني القلاية فيها ليد بتنور كده لما تشغلي القلاية. تطبيق الوصفات: تأتي القلاية بتطبيق نيوتري وبيقدم مئات الوصفات العالمية وبأفكار يومية متجددة من خبراء وطباخين من جميع الثقافات حول العالم. لون الموديل: متوفرة باللون الأسود فقط والتصنيع في الصين. العيوب: رغم إنها سهلة التنظيف إلا إنها ممكن تتجرح أو تتقشر بسهولة جدا لو محافظناش عليها، فنحاول نتعامل معها بحذر شديد وناخد بالنا منها جدا. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت على الفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل جديد، وشكرا ليكم جدا.